لو النور قطع عندك ومحتاج تفتح حاجة ضروري على النت والراوتر مش عايز يشتغل، اقول لك تعمل يا معلم. اول حاجة هتخلع الفيشة بتاعة الادابتور اللي هو بتاع الكهرباء، ملناش دعوة بيه، وهتجيب اي بطارية قديمة عندك حتى لو حالتها يعني ايه نص نص هتشتغل معاك. هتجيب وصلة من بتاعة السماعة او البازوكا زي ما بيقولوا، تمام. وخلي بالك عشان هي ليها موجب وسالب، وهتركب الوصلة كده بأي شكل بسيط زي ما احنا عاملين كده على البطارية، وتقوم ماسك الوصلة دي مركبها في الراوتر كده اهو. بسم الله، ماشي. هتلاقي الراوتر بتاعك منور، ماشي، وهتلاقي النت تشتغل من غير اي مشكلة ان شاء الله، ومش هتأثر على الراوتر في اي حاجة، وما تقلقوش يعني. فلو عجبك الفيديو دوت شيره، يمكن فكرة تنفع مع حد تاني. ولو عندك بطارية قديمة مترميهاش وانا اقول لك تعمل بيها ايه. الراوتر شغال اهوت، مستنيين بس الاشارة تلقط، بس شغال اهو. تاني اللمبة دي اللي اشتغلت. ماشي، احنا كده مفيش اي مونتاج في الفيديو، مفيش اي حاجة. التوصيلة اهي راكبة على البطارية اهي على طول. كله شغال كده.